رسالة إلى أخواننا في الموصل، وأخص بها القاعدين عن الجهاد. أرضيتم بذل القعود، فأنا والله قعدت كثيرا عن الجهاد حتى صار بي بواسير وناسور وطافور وعافور. شنو طافور وعافور؟ عندما أتذكر أيام الماضية وأنا بعيد عن الجهاد أستغفر الله كثيرا، لأني فرطت بشرفي وصرت موراحا. يا بشنها الصراحة، أدعوكم إخواني إلى الجهاد في سبيل الله. يا أهلنا في الموصل، أرضيتم بحياة الصابون والليفة ولا تريدون حياة القذارة والخيسة. يا أهلنا في الموصل، أرضيتم بزيان الشعر واللحية، فأين تعيش الدودة والقملة؟ يا أهلنا في الموصل، ألا تريدون الجنة ولقاء حور العين، وتريدون الزحف على بنيه تشبه صاحب تحسين؟ فيا أهلنا في الموصل، أما سمعتم قول الشاعر؟ انضموا يا نبساع مني لك بشرة، إمك جتانيك حورية شقرة. فيا أهلنا في الموصل، كنكوا معنا، فخط دولتنا فعال وسريع ولا ينقطع أبدا أبدا. طاح مخي. فيا أهلنا في الموصل، يا أهلنا في الموصل، كونوا مثلنا شجعان. يا يما طلق. يا أهلنا في الموصل، وفروا إلينا الأمان أو تطولة شاديش نسوان. افلت.